بجدارة واستحقاق فاز بيراميدز على الأهلي. الفريق الأحسن جدا فاز 2-0 فقط. بيراميدز كشف المستوى الهابط للنادي الأهلي ولمديره الفني وللاعبيه. واوعى يا أهلاوي تضحك على نفسك أبدا أبدا أبدا. ما فيش ولا لاعب في النادي الأهلي في مستواه، ما فيش ولا لاعب في النادي الأهلي تقدر تقول إنه يستحق الفانيلا الحمراء في صعيد الأداء الرجولي والأداء السريع والأداء الجماعي. الأهلي أشلاء فريق بمعنى الكلمة. بعض لاعبي النادي الأهلي وجودهم كأساسيين يؤكد لك إن في نوع من الجهل ومن الغباء عند المدير الفني للنادي الأهلي، ونوع من الخطأ الفادح للي اشتراهم. فريق ما عندوش مدير فني. خوسيه ريبيرو الأسباني لا خطة على الإطلاق، ولا هجمة واحدة تقدر تقول عليها إن فيها خطة. أداء بلا جماعية، أداء بلا ضغط، بلا سرعة، بلا دفاع. مين يصدق الفقر المهاري عند لاعبي النادي الأهلي؟ عمرنا ما شفنا لاعبي النادي الأهلي بالفقر المهاري ده. مجموعة من اللاعبين نجوم، أسماء، وترصوا جنب بعض، عمرهم ما يعملوا فريق كويس أبدا أبدا أبدا. محمود حسن تريزيجيه، أشرف بن شرقي، أحمد سيد زيزو، محمد بن رمضان، مجموعة الأربعة دول مفيش فريق في الدنيا يستحمل وجودهم مع بعض. الأربعة كربون البعض، الأربعة زي بعض، طبق الأصل زي بعض. للأسف ما ينفعش الأربعة يلعبوا مع بعض. بنقول تاني، ما ينفعش الأربعة يلعبوا مع بعض. واحد منهم كفاية، 2 بالكتير. إنما 4 كل واحد فيهم بيمسك الكورة يقعد 10 دقايق على ما يتصرف فيها، كل واحد فيهم يمسك الكورة يمشي بيها لغاية ما تتقطع، مفيش لعب مباشر، مفيش لمسة واحدة، خلاص. مش ده النادي الأهلي خالص. مجموعة للأسف أسماء بس، والأهلي أصبح أبطأ فريق في مصر، فريق بطيء، فريق أناني في كل شيء. لكن كل كوم ودفاع النادي الأهلي كوم.